في شائعات عن وقف النشاط الرياضي، هل هي حقيقية؟ أنا أولا المتحدث الرسمي ومدير إدارة الإعلام في اجتماع حضرتك الساعة، طبعا المبنى اتحرق عن كامله ولسه المطافي لسه جايه بقالها يمكن نص ساعة. النهارده في اجتماع إن شاء الله الساعة 4 لمجلس الإدارة لبحث الموقف، وأنا شايف إن الاتجاه العام في المجلس اللي هو استكمال البطولة إن شاء الله ودراسة الموقف الأول قبل ما يتخذ أي قرار يعني. أستاذ عزمي، الشائعات اللي موجودة دي هل هي بتعتمد على إن ده قرار اتحاد الكرة ولا القرار ممكن يكون قرار وزارة الرياضة؟ لا يا بيه، سيادة الوزير عمرو فاروق بيدرس الموقف عن كثب وبيدرسه من جميع جوانبه، ولسه لم يصدر قرار إلى الآن بالنسبة إيقاف من عدمه. وأنا شايف إن النهارده الساعة 4 هيكون في اجتماع لمجلس الإدارة لدراسة الموقف وإصدار بيان في الوضع يعني، لكن إيقاف إلغاء النشاط ما فيش الكلام، ما فيش قرار بالإلغاء خالص. طيب أستاذ عزمي، حضرتك وفي حوارك مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في الفترة اللي فاتت، لو ممكن تقول لنا الاتجاهات اللي كانت موجودة عندهم وانطباعاتهم الأولانية بعد مشاهدة الحريق اللي موجود في اتحاد الكرة. هو الحريق جهة في اتحاد الكرة وفي نادي الشرطة ما كل يوم الحرائق موجودة، بقت وضع طبيعي. ده بقى وضع طبيعي يعني، ما بقتش حاجة غريبة. كنا زمان بنبص كده نلاقيها حاجة غريبة جدا لما يبقى في حريق، لكن دلوقتي بقت الاعتداء على المنشآت ده بقى وضع طبيعي يعني. فالوقت في الاجتماع المجلس على اساس بيتداركوا بيبحثوا الموقف شكله ايه من جميع جوانبه، ان البطولة بدأت وانا شايف ان مفيش تراجع عن استكمال النشاط يعني، انا شايف كده. هل أستاذ عزمي احنا كان عندنا استعدادات للمنتخب المصري في الفترة اللي فاتت لمبارياته مع زيمبابوي، هل هيتم تغيير المواعيد او هيتم نقل هذه المباراة؟ لا، احنا بنجهز لزيمبابوي، وكان في ماتش مع قطر وفي ماتش يوم 22 والامور ماشية طبيعي، لان ده تصفية كاس عالم يعني، وانت عارف كاس عالم ده امنية لكل مصري يعني. انا ما اعرفش والله الوضع ايه بالظبط، لكن الوضع اللي احنا شايفينه الامن اللي في البلد ده وضع امن غير مستقر. لكن انا باكد لك ان المنتخبات، منتخب الشباب بيسافر الجزائر، سافر النهارده امبارح المغرب، المنتخب الاول شغال اعداده اذا الاستعدادات كما هي. استاذ عزمي مجاهد، أنا بشكر حضرتك على وجودك معانا، المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة. أستاذ عزمي نفى نية الاتحاد أو توجهه في الاجتماع النهاردة اللي هيحصل الساعة 4 العصر لوقف النشاط الرياضي. طيب